هنعمل النهارده وصفة من الوصفات المحببة لقلب ولادنا وقلبنا احنا كمان. هنعمل الميني كوكيز عشان ينفع لللانش بوكس والمدارس، ونسهل على نفسنا فطار الولاد الصبح لو جاهز عندنا في البيت بمقادير مظبوطة وطريقة بسيطة جدا جدا هينجح معاكم من أول مرة. أول حاجة أنا عاملة كمية كبيرة ومضاعفة الكميات، فهكتب لكم في المقادير النص بالظبط. معايا نص كوباية سكر أبيض ونص كوباية سكر بني. السكر البني أنا بجهزه في البيت، باخد نص كوباية سكر أبيض عليها معلقتين كبار عسل أسود وبخلطهم كويس جدا جدا مع بعض، وبيديني نفس نتيجة السكر البني الجاهز بالظبط. معايا كوباية من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، أي نوع زبدة انتوا بتفضلوه، بس تكون لينة بالشكل ده، يعني طالعة من التلاجة قبلها بشوية كويسين. كوباية الزبدة دي بما يعادل 200 جرام من الزبدة. هقلب على ايدي بقى بكل بساطة كده لحد ما تمتزج الزبدة والسكر كويس جدا جدا مع بعض. هحضر بقى بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، يعني مطلعاها مع الزبدة قبلها بساعتين تقريبا من التلاجة، وعليها فانيليا باودر او فانيليا سايلة، مش هتفرق في الوصفة. وهقلب كويس جدا برضو، اخلطهم كويس مع بعض لحد ما بوصل لقوام كريمي. السكر دايب كويس جدا وكل حاجة متجانسة مع بعضها. في المرحلة دي هكون نخلة المواد الجافة. نخلت كوبايتين ونص من الدقيق، مضاف عليهم معلقة كبيرة مليانة نشا، وهضيفهم على الخليط بتاعي السائل. رشة من الملح حلوة كده، ربع معلقة صغيرة يعني ملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا. لو مش متاح بيكنج صودا اقدر احط بيكنج باودر عادي جدا. ودلوقتي اضافة اي نوع من الشوكولاتة، سواء شوكليت شيبس او سواء شوكولاتة عندي وانا بشرتها وقطعتها قطع صغيرة كده. ممكن كمان استغنى عن الشوكولاتة خالص واضيف سوداني او اي نوع مكسرات الاولاد بيحبوها. يعني مفيش اي اضافة مفروضة علينا، حسب المتاح بالنسبة لنا نقدر نحط. وهلمها بايدي كويس جدا لحد ما كل حاجة تمتزج مع بعض. انا هلاقيها ملزقة شوية لو بايدي، انما لو لابسة جلوفز او حاطة كيس مش هتكون بتلزق. عندي بقى كذا طريقة للتشكيل تسهل عليكم الموضوع. اول حاجة خالص باخد قطعة من العجينة بتاعتي وافردها رول قدامي كده بالشكل ده، وابتدي اقطعها قطع صغيرة اقرب للمتساوية بعناية كده، وباخد كل قطعة وابدأ اعملها كرة بالطريقة دي كده. دي اول طريقة تشكيل عندي سهلة وبسيطة. لو حسيت برضو ان العجينة بتلزق شوية ممكن احطها في التلاجة تمسك نفسها واطلعها اشتغل بيها. طريقة تشكيل تانية، ممكن احط قطعة عجينة في كيس الحلواني اللي هو بتاع الكريمة، وابتدي انزل منه القطعة كده واقص بالمقص او اخد بايدي واحطها على طول في الصينية بتاعتي. صينية خبز عليها ورق زبدة او مسحة بسيطة من الزيت، وهحط فيها قطع الكوكيز بتاعتي، يعني متباعدة شوية عشان تاخد مساحتها في الصينية. في الفرن هكون بقى مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 160 لو الفرن بتاعي قوي وحامي، 170 لو الفرن بتاعي بارد شوية. إذا حباها تطلع مقرمشة كويس قوي هحطها من 10 دقايق ل 12 دقيقة. إذا حباها تطلع مقرمشة من بره وفيها طراوة من جوه، يعني طرية ومحتفظة بطراوتها كده، هحطها من 8 دقايق ل 10 دقايق. اهم حاجه اول ما اطلع صينيه الكوكيز من الفرن ما بلمسوش خالص لحد ما بيمسك نفسه، لان هو بيطلع طري جدا ولسه بيكمل سواه بره الفرن. المقدارين اللي انا عاملاهم طلعوا لي صاجين ونص من اللي انتوا شايفينهم دول، يعني طلعين لي كميه حلوه جدا. بحتفظ بيه في برطمانات محكمه الغلق بالشكل ده، بفتح كل شويه برطمان ونبدا ناكل منه لحد ما يخلص. ايا كان اتكلف كام فهو اوفر وانضف واضمن من اي منتجات مشابهه بنشتريها من بره. انا كده خلصت وصفه الكوكيز بتاعتي النهارده، خلاص متاكده من سهولته وبساطته وقد ايه فتحت نفسكم عليه. هتقوموا تجربوا. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.